جاهزة يا نور؟ يس. الأجازات بدأت، عشان كده أنا جاي سبور النهاردة. وانا كمان جاي ليك يا جماعه. السمر تايم. وفي الأجازات بالذات، بمناسبة الأجازة يعني، في موضوع جامد جدا which is دايما بيبقى صدام ما بين الرجالة والستات في الأجازة. الرجاله كئيبه. أيوة، أنتوا بتقولوا كده إن الراجل في الأجازة بالنسبة له هي عبارة عن استرخاء، قاعد في البيت، مش عايز حد يطلب مني حاجة، هدوء. عارفة كده يقول لك إيه أيام الأجازة أنا نايم في البيت. طب ما جميل. بس بالنسبة للست ده مهرجان السياحة والتسوق بقى، اساسي. انزل وروح. طب انا واخد اجازه ارتاح مش انزل. ايه يا جماعه مين ده؟ هو ايه اللي جابه هنا ده؟ حاسه ان بندق جايه في المكان الغلط. حبيبي الناس بتاخد الاجازه أيوة. عشان تستمتع، تستجم، تروح البحر. ايوه، ما انا استمتع بنوم في البيت. تروح البحر، تستجم في الاماكن الطبيعيه، تاخد لون مثلا، تعمل كامبينج. مش هفضل قاعده في البيت انا كست مثلا بشتغل وقاعده في البيت طول الوقت. بعد كده ايه زهق السنين ده؟ ايه في الاسترخاء بقى في الاجازه؟ طيب anyways احنا النهارده معانا ضيوف تماما مميزين جدا كالعاده يا جماعه، ومفاجاه هتبقى جامده جدا. يس. بس انا في حاجه عايز انوه عليها بقى في البدايه، ماشي؟ عشان ناس كتير بتقول لي يا بندق انت ضد الستات. جماعه من هنا بقى احب اقول ستيتمنت كده، انا كنت هقول بحب الستات جدا. اكيد يعني. الستات دول على راسي، ماشي؟ والستات دول انا بعتبرهم احلى حاجه خلقها ربنا. فانا يا جماعه مش ضد الستات، انا ضد افعال الستات الغير منطقيه الغير مبرره اللي بتخنقنا كرجاله. انما الستات ذات نفسها اجمل مخلوق خلقه ربنا. طبعا شكراً. واحنا برضو ضد الافعال الرجاله اللي زيك. يلا نبدا. يلا بينا. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست دبل كابل. ومعانا النهارده يا جماعه زي ما قلنا لكم ضيوف مميزين جدا، ومن تورونو الفنان الجامد جدا ماجد ظريف. اهلا بيك يا ميجو، منور مونتريال اخيرا بعد يا جماعه 6 شهور كل شويه نتفق معاه ونظبط معاه، اخيرا جيت. ومعانا كمان الفنانة المطربة اللبنانية الصاعدة الجميلة القريبة لقلبي اللي بتبهر أي حد يسمع صوتها، روزيت باركيل. يا ويلي. نبدأ وكل حد يعرف عن نفسه الأول. ليديز فيرست از اولويز. طبعا. اسمي روزيت، أنا جيت لكندا من 4 سنين. تمام. بغني وبشتغل في البنك. عظمة. يبقى دايما approving loans for travels. ايوه ايه ده لون فور ترافلز؟ لازم طبعا. اكيد لازم. ايه ده لون فور ترافلز؟ ايوه الموضوع بتاعنا ده روزيت هتبقى صاحبتنا قوي بعد ما حبيتك قوي روزيت بعد كده. انا عاوزه اسافر في الصيف يا روزيت، ماليش دعوه، تصرفي. وروزيت يا جماعه روزيت لبنانيه بس بتغني كل اللهجات وكل الاشكال. هتبهركم. وبعدين ماجد يا حبيبي عرف عن نفسك. انا زي روزيت على فكره، انا بقالي برضه 4 سنين هنا. والله بجد ايه المفاجاه؟ لا ولابسين اسود زي بعض يا جماعه، واخدين بالكم؟ ايوه احنا يعني. انا هنا بقالي 4 سنين. الحمد لله من الحاجات اللي فخور جدا عملتها، عملت اول ارت ستوديو لكل انواع الفن من تحفه. شفته بجد، سو براود اوف يو. وعندي الباند اسمه عجوانت، هقول لكم يعني ايه عجوانت. وسعيد جدا بوجودي معاكم في كندا. يعني انت كمان دكتور صح؟ يس. ايه ده تشتكي من حاجه معينه؟ ايه ده ماجد، انا اول مره اعرف ده. انت دكتور؟ ماجد تشتكي من حاجه معينه؟ والله العظيم ما شاء الله. طب انا حسيت حالي كتير يعني، شو انا قلت انا روزيت بغني وبشتغل هيك يعني. ما عرفت انا لازم جود مع نفسي واخبركم كل اخباري. اوكي انا بغني وعندي فيستيفالز كتير بس صيفيه بس وده يا جماعه شفت الراجل والست. لحظه انت هتعلي عليا؟ لا تعالى لي بقى. تكتب عاد هكتب عاد. سمير غانم. بصوا يا جماعه موضوع النهارده بقى، طبعا انا ومستر بندق طبعا في ما بيننا يعني حرب قويه جدا، لان بندق من الناس تقريبا العجوزه اللي عاوزه تفضل قاعده في البيت في الصيف، اللي هو الواحد المفروض سوري يا بندق، يعني انت عارف انا بموت فيك يا ابني والله، بس انت يعني كلامك غير منطقي. انا بيتوتي ما بخرجش من البيت يا جماعه. بيتوتي بطه بلدي بيتهيألي بيحب بس يخرج في السهرات، ذاتس ات، لكن سفر بقى وتقول ايوه
الفستيفالات السهرات الهادفة. والايفنتات. يعني بص بندق بيحب ازاي، يعني كان خفاش يحب يخرج مثلا الايفنتس اي لانشنج مثلا، اي حاجه يحب يروحها بالليل. السهرات لكن الثقافية. طبعا. لكن الصبح بقى تقول له تعالى مثلا نروح نصطاد، تعالى يا بندق مثلا نروح نعمل كامبينج، تعالى يا ما بندق بيحبش الحاجات دي. طب اصطاد بالليل تعالى ولا إيه؟ نطلع. تصطاد بالليل بالليل جامد. وانت فاهم وانا فاهم وكلنا ايه فاهمين. تعالى نتسلق الجبل. اوكي. بس انا بدي اعلق على شغله انت قلتها، انه نحن الرجاله بنحب بس نسافر، بنحب الاسترخاء. بس مش كل الرجاله. هو ما بحب الاسترخاء، هو تنبل. في فرق بين تسترخي وبين انه ما لك جلاده تعمل شيء. يعني انت عم تجرب تلطف الكلام، تقول انه انا عبالي استرخي، انت لا مش هو تنبل دي اللي هو ايه اللي ما مش عاوز يعمل حاجه في حياته. كسول يعني. قولي كسول. كسول. يعني خلينا نحكي الامور مثل والله ما هي. كسول افضل. اصل تنبل دي يعني بس حبيت ضوي على الموضوع. لا ضويت يا روز. عماني ده شغاله العالم. ايوه اتفضلي معليكي كملي. انا بالنسبه لإلي بحس نحن البنات بس نكون رايحين بدنا نسافر خلص، يعني اتس ماي تايم. يعني بدي انا اول شيء لازم يكون عندي كل شيء، لازم لكل يوم اوتفيت، صبح ظهر عشيه. برافو. ده اللي كانت اول سؤال هبدا بيه. برافو ايه يا تحضيرات بيبي الاجازه والله. عندكم؟ عشان هسال ماجد نفس السؤال. هو ده. في عندك الاوتفيتس، الجولري، فليب فلوب، عندك هيلز، عندك ميك اب، صح؟ يس. فاحنا قبل بشهر شهرين لا والبيبي ليز شهر بقى شهرين. والسيزون والكورني بقى لا بتقول لك شهر شهرين. لا قبل طبعاً. ايه؟ ممكن الاجازه تكون اسبوع اساسا. طبعا بس شهرين لازم تتجهز. لا شهرين عشان ايه؟ عشان تطلب الهدوم. شفتوا بتكلم مصري. ايوه تطلب هدوم، تطلب شعاير، شو ناقصك، في عندك شنط لازم تعبيها، لازم تكون ريدي. ايوه انا حتى لو مسافره اسبوع انا ممكن اعبي الشنطه 30 كيلو على فكره عادي. ما بنستعملهم. ما غلبان بنستعملهم. وما بتستعملهمش. لا بس مزاج. إنه انا مرتاحين بحضر نفسيا. الشنطه والله لو مسافر شهرين احنا الشنطه من الصبح. غلبانين يا خال. لا ده يومين جاي 3 ايام سفر جايب شنطه قد كده. انا واخد كيسه كده تحت راسي وخلاص. هن بيحضروا شورتين، 2 تي شيرت. انا شورتين ليه كتير؟ هو واحد. هو شورت واحد ولابسه على هو فكره. اللي لابسه. انت هتعرفونا. هو شورت واحد وخلص. دي ناس يا بنتي ولا في دماغها فعلا. يعني انا مثلا تلاقي جوزي ماسك اللي هو شنطه قد ايه حبيبي ده، اللي هو ممكن يكون مسافر مثلا اي بلد اللي هو معاه شنطه قد كده، بقول له ايه سافر ده 4 سنين وراجع. هي دي اي حبيبي ده. بالظبط. ما الحاجه توسع اغسلها وتنشف تاني يوم Yeah. وهكذا دواليك. انتوا لانه مش معودين وتغسلها بالجيم. كمان. ده انت مرفه. انت مرفه كده. انتوا من انتوا وصغار معودين تقبرني يا امي انا بعمل لك، انا مش معودين تعتلوا هم صح. انه انا لازم جهز حالي. طب ماما ما انا لو اللي كبرت بتحضر ما انا لكم مش كل شايف حاجة، ان صح؟ في اولويات للتجهيز. ماجد نفسه بقى وانت ما أنت مش عاوز مسافر. تسافر. ده بعد ما قلت لك لابس الشورت. انا عايز اسافر. انا هسافر وهحجز فندق او ريزورت او اي حاجه وأقعد في وهروح الأوتيل. هناك انام اوكي صح. اكل وانام. انت كمان كده؟ لا انا اكل وانكر. شو يعني اكل وانك؟ ده المثل عندنا. يعني زي القطط زي كده، القطط. تاكل وتنكر. كل اللي فات دي ها؟ هي دي انت بعد ما قلتي تنبل ولا تنبول دي يعني شكرا. ضربتنا واحده تنبل ضربت في وشي. يعني لا حلو عالمية روز. تصدق؟ لا هو على فكره انا عايز اقول لكم حاجه. هو اكيد لو مش فاهمه حاجه قولي لي يعني. اترجم. هو اكيد طبيعه الست غير راجل في كل حاجه في الحياه. تمام. يعني دايما تلاقي ممكن الخلافات ويبقى عايز يتفرج مثلا على الماتش وهي عايزه تتفرج على مثلا مسلسل تركي. على المسلسل التركي. فاهمني؟ اه فهو بالتالي هيبقى الاختلاف في فكره ان الاجازه عايز انا اقعد اتنبول ولا تنبل. بتنبل. عايز اتنبل. وانا لا انا عايز اعمل اروح هنا وهنا وهنا. فاكيد دي طبيعه. مش في دي بس على فكره، في كل حاجه في الحياه. وده يخليك ايه ان احنا طبيعتنا ابسط منكم. ليه؟ احنا كرجاله احنا براكتيكال جدا. لا الحاجه اللي تقضي الغرض. ما انت يا بابا مش لما بتيجي تبص على الست تلاقي اول حاجه بتلفت نظرك ايه؟ لبسها، شكلها، واسلوبها ودلعها. لو هي مش بتاخد وقت في الحاجات دي كلها، انت في يوم من الايام هتبص للست اصلا. احنا لبسها هنضحك على بعض. شكلها. احنا اول حاجه بتلفت انتباهنا للست ايه؟
لا ما خدش بالي من الست نفسيتها. قول الترتيب الصح يا ماجد، قول الترتيب الصح يا ماجد. حاجات كتيرة قوي زي الصح اللي انت قلتيها دي. احنا في الست حاجتين يمكن شكلها ولبسها بس اكتر من كده مش عايز. قلت حاجات كتير قوي. اصل الراجل لو قاعد ركز في كل ده يبقى ده مركز في الست مش مركز في حاجه الست. بالظبط. احنا ايوه يا جماعه عشان بيقول انتوا بتاخدوا التفاصيل عندكم تفاصيل كتير. ما هي الست لو مش مهتميه بالتفاصيل ديت الراجل مش هيحبها ولا يبص لها اصلا. والله العظيم لما لو قايمه تبقى من النوم منكوشة. هنحبها عادي. يا راجل خلص بدلهم يكذبوا. لا كذاب قوي، يا كذاب والله احنا بنحب الست لروحها. خلي بالك انت حكيت لروحها. خلي بالك بوندو طلعنا من الحلقه انت تنبل. ماجد عمال يقيد وقد ذكرت انه انت هتضحك عليا انا يا ماما. يا الله ده احنا حافظينك. والله العظيم الست هي روحها. طبعاً، طبعاً. بصي احنا في مصر عندنا كرجاله يقول لك ايه، الحلوه حلوه لو لسه قايمه من النوم، والوحشه وحشه لو لا بتستحمى هو كل اسمه يوم. الحلو حلو لو لسه صاحي من لا، النوم. حلوة. ما تقولش الحلوه حلوه ما تفتيش. والمثل عموما يعني، بس هو بما ان هو المثل عموما على الست والراجل على فكره. ده طيب. معناه ان احنا اتفضل عموما دي التقديرات. اتفضل. وصلنا الاجازه، ايوه هتعملي ايه يا روز؟ ما وهتعمل هو ايه يا ماجد؟ هيدا الموضوع. آه. انه هو دائما الرجال بده هدف، انه انا ليش رايح لهونيك. ايوه طبعا. اذا رايح بالشغل بتكون نفسيته مرتاحه، بس انه تروح تنبسط لا لازم تنكد عيشتها وعيشتك يعني. والله شفتي رفعنا كان في المطعم. اما لو رايح العالم كله. لو رايح يحضر ماتش فوتبول ريال مدريد ويدفع وبرشلونه اللي اتس يدفعه. فاين. يدفع اللي يدفعه. بس دي نروح حاجة. ننبسط نحن نتشمس هيك نرتاح. اديك قلتي نتشمس نرتاح بدل ما ده اللي هيدا رايح هيدا اعمله. وانا بدي اكتيفيتيز. انت ما تعرفيش بوندو بيكره الشمس. بوندو لما بيقعد في الشمس بتلاقيه عيني جسمه فيش. كله بقع. بتلاقي في شياط طالع مني. انا بقعد شمس ملف في وشي زي الباتمان كده. والله بجد. ايوه انت طب جوه الاجازه بتعملي ايه؟ اول شيء بوعى بتروق. بفطر انا عشان واضح ان اختلاف اللهجات عامل مشكله. ماشي، تنبل عندنا غير عندهم وبتروق عندنا غير عندهم. احنا في اغنيه مصريه اسمها تعالى روقك. تعالى روقك بالظبط. تعالى دلعك. تعالى روقك دي تروق دي هناخد علقه. فاهمه؟ يا لا ده انا هروقك اللي هو هاكلك علقه. فلا هتروق دي مش يعني مش لا انه بتفطر بالظبط. اوكي بتروح اول شيء شويه بتتشمس صح. بتشوف شو في اكتيفيتيز. وبنصحى الساعه 6 الصبح يا بيبي. هم ما عندهمش الكونسبت ده. ايه لا ايه ساعه انتوا اللي يوم الشغل اساسا في الشغل بيقومون بالعافيه، انما اجازه يصحوا لك 6 اكيد الصبح عادي. طبعا. انا لو مسافره اصحى الساعه 4 الفجر. ولو عندنا مثلا هنتقابل بالليل عندنا ميعاد ولا حاجه لا تيجي لك متاخره يعني، انما اجازه لا صحيها لك بدري. سبحان الله بيجي عندي باور كده ما اعرفش اجيبها. الباور. كملي يا ماما كملي. بدري بالاجازه ما بتصحى بدري. انا اجازه مش اجازه، انا ايرلي بيرد، انا بصحى بدري. لو نايم 4 الفجر هصحى 7 الصبح اوكي بس بعوض في النص. واو. وبنام طول اليوم. هي دي. اوكي منيح. اوكي بعدين بتشوف شو في اكتيفيتيز. بيكون في باندات، بيكون في مثلا شي موقع سياسي بدك تروح تزوره يعني هيك. ايوه بتشوف بتعمل البلد بلان يعني. بتعمل بلان. انت بتعمل ايه مثلا في الاجازه بتاعتك يا ميجو؟ بذمتك كنت عامل بلان؟ انا على فكره ايه بتعمل بلان بذمتك؟ بقول لك لابس الشورت تحت. ده واحد عنده بلان. اللي هو البلان دلوقتي جد انا قلعت ومشيت بالشورت. خلصنا. ايه لا السلام عليكم. بص انا يعني من ساعه ما جيت كندا تقريبا ما خدتش اجازه، بس في العادي يعني لو هنقول إحنا يعني في- يا ابني خلاص والله صعبت عليا. تلموني بقى كده وكلكم نظره. انا بحب في الاجازه جدا يعني، بالذات لما كنت في مصر فكره البحر. شفت؟ وبعدين بستمتع بان انا فكره البحر اروح استجمام. واخد العود ونغني ونجمع الدنيا كلها بجد. هو ده بجد. ايوه دي الاجازه. يعني بحب ايه في لكن انام في البيت ليه يا جماعه؟ يا انا طول السنه في البيت. شكل بندق زعلان. لا بس لما جيت لغيت فكره. لا بجد يعني بحس البحر كمان فكره مصر بقى وجمالها وشرم هنا عندنا والغردقة سرعه يا عيني او علينا. السخنه. يعني لما جيت انا اكتشفت هذا الامر ما كنتش مكتشفه. بس هو الكونسبت نفسه، ما هي الاجازه اجازه سواء في مصر في لبنان في كندا. بص هو فكره ان عندك ليجر تايم. انا كانت رجلي على طول في مصر بقى فكره اجازه كبيره او حتى ويك اند على السخنه، لان انا من المعادي في ساعه زمن ببقى في السخنه ببقى قمه الانبساط. وبعدين بروح هناك
عارف انت اللي رايح يستجم، عارف آه. انت الليمبي لما هرب ودخل يا حرق هو هربان يا حرق. فانا بروح الاقي كل الناس، فبنتقلب بقى الاجازه دي بنبقى كلنا قاعدين بالعود وبنغني. يا سلام يا سلام. فبحب ده الصراحه. ايوه ده لازم يا بندق، لكن اقعد في البيت ليه؟ ما الفكرة يعني يمكن لو ما ما هو كانش it's not عندي logic. الاوبشن ده كنت قعدت في البيت. تمام كده. طب انا كده تمام. انا هفاجئك روزات فاجئني. وماجد عشان اتفاجئ. ماشي. انت فاجئتني انا آه. ماشي. روزات خلينا، انت دايما بتقولي ايه لما احنا بنتكلم لما الراجل والست بيطلعوا اجازه؟ طب لما جروب بنات طالعين، وهقول لكم لو جروب رجاله او شباب يا طالعين، سلام يا لو سلام. جروب بنات طالعين بتعملوا ايه وانتوا جروب بنات بس؟ شو بنعمل؟ آه. ولا ليك مره رحت انا ورفقاتي، هل بتبقى كنا كلكم على نفس القدر من الحماسه لا. والتحضير لا. ايوه تعالوا لي بقى. في دايما حدا عم يليد في دايما، لا وفي دايما حدا نكدي. طبعا دراما كوين مثلا. في مثلا واحده من اصحابنا او بجد مثلا تبقى هي ايه عاوزه تمشي كل الليل على دماغها، طب يا بنتي نتفق، فاهم انت ازاي؟ بس انا دايما انا كنور مثلا بحب اسافر مع الناس اللي نفس المنتاليتي بتاعتي. بمعنى ايه؟ ان احنا دايما في الخروجات العاديه بنكون متفقين مع بعض اوكي في حاجات كتير، فاللي هو انا عارفه ان هم مش هيقرفوني، مش هينكدوا عليا اجازتي، مش هيبقى فيه دراما كوين. فاهم ازاي؟ اللي ده على هو فكره مهم جدا، ده هي دي الحدوته بقى. ما هي دي النقطه، اللي انت تبقى لا ده عموما مش مع نمبخت كيو خلاص نسافر مع اي حد اللي انت وخلاص تبقى يعني مش مجرد جروب طالعين وخلاص، لا ما هو ممكن تطلع مع جروب يكون سوري يعني جروب اتم جدا ويخلي اجازتك غلسه واتمه صح. وكل حاجه. الفكره ان انت حتى لو احنا 3 بس احنا ال3 متفقين على نفس الكونسبت واحنا ال3 بنحب نتفق نعمل مع نفس بعض. الحاجات، يا راحت بالي. بايه بقى بتعملوا ايه؟ ما انت سؤالك كده ما بنعمل بالظبط. إيه؟ بتعملوا ايه بقى؟ ونور قولي لي وروزيت قولي لي ماشي، واحنا كخطه مضاده هنخش عليكم. ما هو حسب وين رايح ايوه ما على فيش حسب احنا إنه- رايحين فين. ما مثلا فيش لو شي رايحين معين. مصر، رحنا مصر السنه اللي فاتت، كنت انا وراشا اختي وصاحبتنا نشوى وكده، وعملنا بلان، اتفقنا مع صاحبتنا هناك رولا تعمل لنا بلان. اول ما نزلنا من الطياره يومين بس ارتحنا في بيت ماما، على طول دهب شرم اسمها ايه ديت سهل حشيش، فاهم انت ازاي ورا بعض تك ورا تك بعض تك ورا تك. بعض تك. فكانت بصراحه نويبع ورحنا سينا، فكانت اجازه عالميه. يعني فكره ان هم ما قعدوش ما اللي هو بقى عالمي. عكس بقى طبيعي. انا الاجازه الاخيره نزلت شهر ونص القاهره، فرهطت. ما طلعتش من القاهره. بس لحظه Yeah. انت نزل على القاهره بشرط. انت نزل على بلدك تشوف عائلتك غير انه تاخد اجازه. ولا قعدت نمت ما شفتش عيلتك. لا بشرط خارج الصبح بالليل، كل يوم عندي خروجه الصبح وخروجه بالليل، بس بس هو القاهره ما تطلعش منها. بس هي بس هو إحنا انه عندنا حاجات ترجع كتيرة من حلوة، كندا على بلدك غير انه تروح من كندا اجازه اجازه على- جوه، يعني انا بتكلم على الاجازات اللي جوه كندا. ما هو الاجازات بقى اللي مفهوم، جوه لو مفهوم كندا، لا، الأجازة، مش برضه محددة جوا بمكان. كندا. فيك تروح على يوروب، فيك تروح مثلا، بس انه اذا رايح على بلدك غير ما بحسها اجازه. يعني مفهوم الاجازه عند الراجل لا، والست بالعكس. سواء ايا كان أنا مكان على الاجازه بلدي وتوقيتها، برضه ما في أجازة. اجازات في الشتاء. بيطلعوا ما كريسماس. يقعدوش. لا بالعكس برضو انا لو لبلدي بتكون اجازه، لان انا بستمتع بجمال بلدي مع اهلي، فاهمه انت إيه ازاي؟ انت لانك رحت كذا مطرح، هو قاعد بالقاهره ما اما جده يقول لك شهر ونص قاعد، قعدت شهرين ما اتحركتش. انا انسان بيتوتي يا جماعه. ما كانش فيه تصدق احداث ثقافيه هناك بس انا مع احداث ثقافيه، بس انا ما اعرفش اللي انت اللي انت ثقافيا. بس انا ما اعرفش اللي انت بيتوت. تصدق ده انا مفاجاه. بحسه بضل برا معك. دي لا مفاجاه. لا دي استنى بيتوتي لما يبقى في حاجات يعني انترتينمنت مع الفاميلي، لكن مش بيتوتي لما يبقى في خروجات مع الاصدقاء. مالها بتتكلم؟ ليش حنا بقلبها دخلك؟ انا حاسس احنا جايين نبوظ الدنيا. اللي هو تمام احنا كده يلا بينا توصلنا على الله. نور من جوه كده مش صافيه من ناحيتي. بنحرق القلب عم والله انا العظيم. حافظه بندق خلاص. والله العظيم. يبقى انت قلتي، يبقى هي ردت على سؤالك ان الستات بيحبوا يطلعوا، بس الانطلاق. انت قلتي كلمه حلوه جدا، ان فكره ان انا اخرج مع ناس شبهي. يعني لسه انا قبل ما اخش هنا عندكم كنت بكلم اخواتي مش اصدقائي في مصر، جيفري وبوجي، ده اسمائهم يعني. فبنتكلم قد ايه لما كنا نلاقي وقت فاضي، كان مثلا متعتنا في طبعا واحد بتاع فول في السيده زينب اسمه الجحش، ممكن تبقوا عارفين. عارفه طبعا، طبعاً. كانت عنده كتير. طبعاً، فكنا من متعتنا ناخد زمان. العربيه عارفة الجحش؟ لا ده اسمه بس ما بناكلش الجحش والله. لا 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 راجل عظيم عظيم. كانت الجح وفي البغل بتاع المحله. ايه ده بجد؟ ايه ده معروف ما شاء ده الله مشهور. بجد؟ فول بالزيت الحار. يا راجل. اوف 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 اوف. اوكي. فبالنسبه
الفول ده بصي الفول في مش مصر عارفة زي الفول زي لا، كعكه الكنافه فول عندكم بعرف الفول، الصبح بس الجحش يعني- مش عارفه الأسماء. الجحش. يا جماعه الأسماء. هي جايه من حته بيفطروا الصبح كعكه كنافه بالجبنه، احنا بنفطر فول، فانت في فرق سرعات. ليه لا بس هم عندهم فول فول ونفتخر لبناني. يعني. عندهم فول لبناني يا بيحبوه لا، كتير. يعني- انت مش لما بنروح المحلات اللبنانيه بيعملوا لنا طبق الفول بالطحينه والزيت طبعا. الزيتون انا اهم حاجه عندي كنافه. الاكل المصري ده لما تنزل انا ان شاء رحت الله مصر مصر اكثر من 20 مره وما عرفتيش الجحش، تعرفي الجحش الجحش لا الجحش ولا مره ولا مره جحش ولا مره جحش. لا باذن الله لما تنزلي لازم، اصل الجحش ده يعني علامه. علامه. علامة. يعني تفسروا لي فول مع شو؟ فول لا فول، لا كل حاجه هو فول فول. طعميه بيض مش عارفه عارف. البصل الاخضر والاحمر. كله كمان ايوه بنتي والله بتكلم بجد. على فكره الممثلين بيروحوا طبعا الجحش دوت. ايوه البصل الاخضر اللي هو الطويل، البصل الاحمر اللي اللي هو بيتقطع بيبقى الورد بتاع الكشري ده. ففي منطقه سياحيه يعتبر السيد طبعاً. زينب، فاهمه انت ازاي؟ عشان كده تلاقي الممثلين بيروحوا وتلاقي كتير وتلاقي كمان بالنسبه هناك. انا بقول لك على فكره خروجه كنا احنا واصحابنا نتجمع بالنسبه أيوة، أنت بقى وبوجي انا و- بجيب لكم من الاخر بقى. الصحاب دول لما يتجمعوا الرجاله والله كنا بنفكر هناكل ايه النهارده، فهو المين تارجت ايوه وحياه امي هو أيوة. المين تارجت. يا جماعه هناكل النهارده، فنشوف بقى جحش رفاعي صوبيا. انا بنزل اجازه عايز هاكل ايه. اوكي هيك دي خروجتي. كمان. أنا هاكل إيه؟ ما عشان كده كنت بيخس دلوقتي. ايوه انا برجع من الاجازه انا لحد قبل الاجازه كنت عادي جسمي العادي. لا، والله بس- رحت الاجازه لا ما انت ده العادي. انا رحت الاجازه رجعت رجع بكرش. بقره. يا حبيبي لا انا قلت بقره على الهوا ولا ايه؟ ما تقولش كده. خلي بالك كنا عاملين نجمع في شويه حاجات تنبول وكذاب وبقر. تنبول تنبل بندق. بيو خد دي. انت تنبل يا بابا. فهو خلي بالك انا بتصور بقى من الاخر الرجاله بيستمتعوا بايه؟ بالأكل. الاكل بس ما دي خلص حقيقة. انا كمان انا بس بتحب الأكل؟ سافر ما خلاص. طبعا نشوي بقى يعني في اسكندريه نروح الساحل الشمالي آه. مثلا الشوايه بقى وعلى الشاليه على البحر بقى يعني الاكل ده انا طبيعه وحده انا شعب. اكيد يعني الاشياء اللي بحسها أكيد مش مش- على الي بس سافر انه اكتشف الكويزين تبع البلد اللي رايح عليه، يعني بحب انا كده غرام يعني عندي انه واكل الشارع انا اعشق اكل الشارع. ياي خلي بالك اصلي أنا أعشق أكل الشارع. ياي دي حاجه الاماكن حلوه. الشعبيه أنا يعني عندنا الاماكن بص- الشعبيه يعني. وده اختلاف، ياي دي عندهم حاجه حلوه يا دي عندنا حاجه تقرف. بس خلي بالك خلي بالك دايما يعني مع سوري الاختيار الالفاظ الحته اللي فيها الصياعه بتاعت الحرفيه بتاعت الاكل دي. يعني هي الكبده الأماكن مثلا الشعبية. الكشري بالظبط في حاجات كده لازم يبقى هي اللي في الشارع. بتعرفك على أماكن culture شعبية. البلد كمان صح؟ اماكن شعبيه اماكن شعبيه اللي هو لا هو سوري كله في الشارع. اللي هو عامل الاكل بايده طبعا، فاهمه طبعا. بايده مش اصل يعني وهنعمل انا لا أنا لا 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 عندي امي عايز اشم ريحه عرقك في الاكل. عندي يعني انا عندي امي تصدق كنت هتكلم والله قفلني ضيفي للصفات بقى اللي قالتهم تنبول وكذوب وانت كده فتوش على فكره. انا كنت هقول بالنسبه للعرق سوري بالنسبه للاكل يعني انا امي الحلقه دي امي طباخه نمره واحد. امي وخالتي كل حدا امه طباخه. لا وضيفي بقى للمجموعه وخالتي واختي. تصدقيني بقى بقول لك انا على فكره مضايقني موضوع انت ما زرتيش الجحش بجد حاجه مضايقني جدا. هو في القاهره ايوه سيدة زينب عند سيده زينب بجد الأحياء الشعبية بقى. طعم عبقري. والراجل اللي بيقدم بحة. يا رب يبقى ايه ده؟ بحه بتاع أنا نصريه قلت السيده زينب. انا قلت حاجه غلط انت تقول لي بحه. بحه بتاع السيده زينب والله مش شغال من شويه مش شغال. انا هتسالك والله لو لك بكره في الحفله ذمتك يا معلم صوتي مش فيه بقى. والله لو لك بكره في الحفله بكره عنده حفله. بكره عندي حفله. انا مش قادره فبقول لك انا كنا وقفنا عند مين؟ كنا وقفنا عند بقول لك امي عند أمك وخالتي وأختك. عند امي. كنا وقفنا عند امي اوكي مش عارف الساوند لايك تمام. وقفنا عند كنا وقفنا فين؟ كنا وقفنا عند امك. عند امك عارف بابا انا الناس بتقول لي اللي انا واخد منك او من ماما من روحك. لا انت واخد من روح امك. لا بقول عن لك- جد فعلا يعني. فانا بقول لك امي وخالتي واختي طباخين بس بقى وخالي كمان. ايوه خالي لا الصراحه خالي لا كان في الكبده يعمل الكبده بتاعت الشارع.
بس برضو ما زلت بالنسبه للاصل انا بحب الكشري جدا جدا. متعتي لما كنت حتى اعمل دايت يوم المكافاه اللي هو الفري، ايوه مش بيبقى يوم الصراحه، بيبقى شهر بيبقى الكشري باكل كشري. بيبقى بجد. عارفه الكشري طبعا. طب مكون من ايه؟ ده سؤال البرنامج. ده سؤال بقى. حمص ورز وايه؟ ثواني بقى. رز 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 مكرونه مكرونه الميكيرونا. معكرونه معكرونه. معكرونه. لا حول ولا قوة. معكرونه اوكي معكرونه. اوكي هي على فكره دي مش الترجمه. معكرونه مع معكرونه لا ليه؟ ليه؟ بص تبوله تبوله اوكي كشري 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 اكل أوكي. كشري. اوكي انا فهمت خلاص اوكي لازم تزوري الجحشي. لازم تزوري الجحشي. اوكي فانت قولي كده المكونات عشان هسألك سؤال تاني مش هتجاوب عليه. طيب انا هول بعرفهم معكرونه ورز كل شيء يعني. ايه ده انت شو عندك؟ طب ايه الفرق بينه وبين الكشري الاسكندراني؟ شكلكم انتوا كمان مش عارفين. كبده لا، لا. في ايه؟ كشري لا اسكندراني استنى، بالكبده. لا كبده ايه؟ رز اصفر. حبيبي ثواني بس شكلك كتير ما لا سبتش لا نص. اللي انا جوه اقول لك شو الفرق. الرز الاصفر هو صح على فكره. هو الحمص الاصفر. في فرق. لا رز هو الحمص بيه لونه أصفر. طب انا بقول نقفل على كده العكس بقى. الاصفر العكس الاصفر. انا بسألها أنا مش احنا عارف. كده مش دبل كامل طبق اليوم. كده طبق اليوم. احنا بنتكلم احنا كده الرجاله يبقى بنحب نخرج، ولو هنخرج ناكل. فانت شهر ونص ده كنت بتاكل بس في البيت بقى ولا ايه؟ لا هو لو كنت هاكل في البيت كنت هتخن كده. لا الصبح باكل في حته، بالليل باكل في حته، الصبح بس حرفيا يوميا. انا قلت وفين اكل امك؟ ها اكل امي. فين اكل امك؟ هو ايه اكل امي عند امي بقى. ربنا يخليها لك. انت شو لا خبرتني. انا قلت لك عايزه ايه تاني؟ انا قلت لك انا بالنسبه لي انا بس جيفري وبوجي دول لسه والله قافل معاهم. كان متعتنا بجد نخرج ونكتشف بقى مكان. النهارده ده الراجل فاتح محل مش عارف سمك، محل فول، وفكره الشارع انا مش عارفه برضه اتكلم بنحبها. بجد اصلا. لا وفكره انا سبت موضوع الحلقه بس مش ازاي ده حلو قوي اللي احنا فيه ده. ما تقطعيش. وليا جروب تاني الله يمسيهم بالخير. اخويا برضو احمد حسين ده من زمان. كان متعتنا كنا حتى وقت لما نبقى مذاكره او بتاع نبقى نزوغ نروح نلعب كوره. دي متعتنا. يعني اهم حاجه كمان. التزويق في الجيل بتاعنا كان علامه مسجله. لعب الكوره يعني فده كان. وبعد كده بقى بقول لك متعتي قبل ما اجي على طول كنت فكره اروح البحر والعود ومش عارف ايه. وفكره جميل بقى الناس مصريين دول مصر يعني تحيا مصر. بيحبوا البصل. نلم يا نهار ابيض. اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. والناس وبعدين ده. تحس الراجل جنبك عارفك من من 90 في سنة. مصر سنه الناس عشريه وانا يلا لسه ايه. وانا لسه قابله من 7 دقايق آه. فاهمني. فدي فعلا متعتي في فيديو الأجازات. جامد جدا عشان موضوع الناس العشريه في مصر. يعني فعلا فيديو بيتصور بقى بشكل عفوي جدا. واحد على القهوه والقهوه كلها رجاله، فقعد بيتخانق مع صاحبته خطيبته ايا كان، وقال لها انا كده وهنزل على القهوه ومش ويانا يا القهوه لا هي القهوه، وخلص مكالمه وكان بيزعق. القهوه كلها سقفت له والناس ما تعرفوش كله قاعد يسقف له. هو بيقول لك يقول لك لما الدخول في حياتي يقول لك لما واحد يبقى واقف في المترو وبيكلم ايه يا حبيبتي انا مش عارف قربت مش عارف انا داخل على تلاقي واحد رمسيس يا باشا. رمسيس بقى. انت مركز في المكالمه معاك. طب انت هتروح اجازه السنه دي ولا لا؟ صدقني نفسي انزل مصر جدا وحشتني. فكره بقى ازور صحابي او اخواتي. ما بقولش انا هم اخواتي لان انا ليا اخوات كتير طبعا. اختي ربنا يديلها عمر الصحه وحشاني. واصحابي بقى لسه بيكلموني بيقول لي بيقولوا لي يا ظريف ما بيقولوش يا ماجد. فبيقولوا لي لازم تنزل. وامي طبعا حبيبتي وحشاني جدا. وحشاني مصر وحشاني فكره اللي هو طبعاً. ايه اللمه ونلمه وننزل تحرير في اي وقت الساعه 2 3 4 5 الفجر. بقول لك انا انزل مع اصحابي ونمسك العود تلاقي كل الدنيا بتغني وبتشارك. ايوه جو احساس جميل اصلا. عن جد يلا بس يلا. هتغني. روزيت لا اطلعوا أنا بحاجة يعني سوا. انا مبحوحه. ها انت ايه؟ مبحوح. لا طب ما تكشفي. ايوه شو يعني؟ روح الدكتور. في اغنيه حتى بعمل بيها بروفات مع الباند مع عجوند. ما سالتنيش يعني ايه عجوند؟ صح. ايه مين عجوند؟
قولي خلاص يعني فكري كده شويه. عجوان. غلوب حمارك. انا سمعت جايبها من العجوه. اقرب حاجه ليه. او اتعجنت مثلا. اجابه ممتازه تقدر تمشي. عجوه. لما احنا اتفضل بص عليك الباب من هنا اتفضل. اقرب من اي اقرب باب تخرج منه. عجوند. فكري. غلوب حمارك. عجوند. غلوب حمار. غلوب حصاني. غلوب. لا غلوب جحش بقى بالمناسبه جحش. اتفضل. انت عجوه. لا يا ريتك ما قلت. عجوند. بصي هو اسم ليه معنى او دلاله. عجوند ده انت عارفه طبعا بما انك بتغني السلمين الاساسيين في الموسيقى هو سلم العجمه والنهاوند اللي هو السلم الكبير والصغير. عجوند. وصلت؟ طب واحنا نجيبها احنا منين؟ مش عارف. ما عشان تسال. انا قادر يسلم بيتنا. انت برضو ما بتنزلش. عجوند. اغنيه بحبها قوي لشيرين وعاملها مع الباند اللي قابل حبيبي. ايوه. سلامي امانه لي لو بيني وبينه ايه ده مهما كان حبيبي والبعض الله يجازيه. اللي قابل حبيبي ياخد صوره معاه يبعتها من وراه أسرح في عيون حبيبي واحكي له عن الحياة. غريبة الدنيا دي تقرب الحبايب وتلاقي الفرحة جاية تفرق الحبايب. لا رحمة اللي تساب لا رحمة اللي تساب ولا ريحة اللي سايب. رب العالم بحالي انه من يوم ما غاب بتحايل على الغياب. فكرتك بحاجه ولا ايه؟ اتأثرت يعني حسيت. هو احنا المفروض جايين النهارده يعني تمام لو كده. صوتك حلو كتير اسم الله لازم تصير تغني. والله يا استاذه لولا تشجيعات حضرتك. بس احنا لازم نسمع منك حاجه. كلمه حلوه وكلمتين. بما انك عيطتي وحساسه وكده يبقى فنانه. طيب يبقى جواتي فنان. ايوه ما عيطت. انا ما بعيطش حبيبي. ليه ما بتعيطيش ليه؟ ده الاحساس نعم. جواها واحده قادره. الاضلاع نشفت من زمان. لا حول ولا قوه. لا واحده ندمانه. ده الحلقه يعني. يبقى اهلا بيكي في دبل كابل. شو بدنا نغني طيب؟ بتحبي تغني طربي يعني؟ لايك وات؟ كات. لا 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 ده حلقه عظيمه. حلقه جامده. حلقه جامده موت. بصي بلا اجازه بلا بتاع بقى خليك على جنب. حلقه في حته ثانيه. احنا هلا اخذين اجازه. ايوه انا دلوقتي واخد اجازه من الحلقه. دلوقتي يا جماعه مع انفراد حصري لاول مره مصر ولبنان بتجتمع. ماجد ظريف وروزات باركيل هيغنوا لنا اهو ده اللي صار من الغنية الست فيروز. الينا واليكم اهو ده اللي صار. اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي نعيدها. ايه؟ معلش نعيدها. يلا مخنق صوتي. في ميه جنبك. ايه ضروري. لو عارفه رح غني كنت حميت صوتي بس انا عن جد جاي ما كان بدي غني. يا ستي انا قبل ما اجي اتحميت. انا هوريك يلا اوكي يا رب. مش هعيد هو نفس اللي انا قلته. اتفضل. ليك فينا ناخدها اوطى ولا لا؟ هيك منيحه. اوطى تبقي واطيه خالص. تبقى واطيه خالص. والله
بوتر. بص يا نور بقى، خد الورقه على جنب، بلا حلقه بلا بتاع. اهو ده اللي اوكي يلا يلا بينا على طول. ان شاء الله خير. بلش انت برجع انا اهو ده اللي صار وادي مالكش حق يا سلام مالكش حق تلوم عليا اهو ده اللي صار وادي اللي كان مالكش حق مالكش حق تلوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش في ايدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ده ماهوش في ايدنا قول عن اشياء تفيدنا وبعدها بقى لوم عليا اهو ده اللي صار مالكش حق مالكش حق تلوم عليا الله 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 الله، ايه الحلاوه دي يا جماعه؟ انفراد سب كده احنا حمينا صوتنا. لا احنا كده حمينا صوتنا بنفس الشرط. بنفس الشرط. شويه شامبو بقى، شويه شامبو. عشان ارغي. بقول لك هيكسب والله في ابشع صوت ان شاء الله. طب ما الاجازه حلوه، ليه معترضين على الاجازه؟ شفت الاجازه لطيفه وجميله. ليه معترضين على الاجازه؟ انا ما اعترضتش كلنا بنروح البحر الا انت. على فكره المشكله طلعت فيه مش في الرجاله. انا اللي كسول زياده يا جماعه. جدا. ايه انا اللي مش شغال؟ كسول؟ لا مش كسول. امال انا اللي مش شغال ولا ايه؟ يخرب بيتك. انت تنبول. انت تنبل. انت تنبول صح؟ تنبل طب خلاص التنبول. يسألني انا ما في اتزنق. هقص كتير كده ما تقصش. والله. اتزف تنبل بعد الحلقه. ومش عشان شغال. ده مش هقدر تريق حلقه. هي دي الصفحه اهي. مش هخلي حاجه. يا لهوي يا انت جماعه. رايح اجازه السنه ولا لا؟ خلاص انا دايما بنزل على قصدي عفوا رايح تنام شي مطرح. انا دايما صراحه ما بضحيش بصيف كندا. انا صيف كندا قاعد هنا دايما بهرب من الشتاء، فانا بهرب من الشتاء انزل مصر. مصر في الشتاء احلى بالنسبه لي. زي بالظبط انا من ساعه ما جيت ما نزلتش مصر. انا الجو ملاحقني. بس اتليست انت عندكم في تورونو الدنيا لا انا بصراحه تحس انت في مصر اصلا يا ابني. عن جد؟ كتير كمية فيستيفال، يعني ما شاء الله عليهم. فيستيفال ايه يا جماعه؟ لا احنا بنغير. ما عندناش الحاجات دي هنا. انت رايح شي مطرح؟ انا اكيد هروح هكتشف كندا. لان السنه اللي فاتت واللي قبلها رحت مصر ورحت دبي، يعني فعملتي كل شويه كده بسافر في حته. بس السنه دي انا عاوزه اروح مثلا البرتا، عاوزه اروح، يعني لسه ما عملتش بلان بس عاوزه اسافر جوه كندا ان شاء الله. مطرح اسمه بانف بيقولوا حلو. بانف جميله جدا. لان هي البرتا حلوه قوي في الصيف. هي بانف بالبرتا. بقف لا مش بقف بانف. هناك في البرتا. مش انت رحت؟ انا رحت طبعا. جميل. انت رحت مع مصطفى قمر؟ رحت مع انت مصطفى قمر. مصطفى قمر. انا خدت بالي. ايوه شفت، انا كنت عايز اقول لك مصطفى قمر خالص. انا طبعا رحت كالجري اكتر من مره مع حد. عملت كذا حفله. طبعا مصطفى قمر طبعا حبيبي ونجم كبير. مع حد بعتز بيه جدا اللي هي الفنانه الجميله الكبيره رضوى نصر. عملت معاها اكتر من حفله ولفينا من كالجري. رحنا اكيد وديتك بانف اكيد. رضوى يعني كفايه بجد، ده من قلبي. كفايه ان انا ابقى معاها ان شاء الله هنقعد على ترابيزه زي دي. انا كده لفيت الدنيا. اختي الغاليه هي وجوزها الجميل محمد نبيل. في مناسبه بتستمتع فين. انا رايي انت قلتي كلمه حلوه قوي، ما اعرفش خدتي بالك منها ولا ضربتيها كده. اللي هي الصحبه. ايوه طبعا. لا مش ضربتها كده لان انا جربت كتير. الخروجه صحبه. تعلمت من كيسه. نعم. مين؟ تعلمت
اتعلمت من الاكسبيرينس تبعها يعني. اتعلمت من الكيس من بتاعي. الجيز انا بتاعي. قلت اصل الكيسه دي باسكندراني عندنا كيسه اللي هو الشنطه. ايوه ما هي شنطه. هي نفسها. فانت بس فانا لا هم نفس عندهم كيس الفلوس. اوكي. فانا كده اتعلمت اتعلم من الكيس بتاعي بخبرتها، خلاص. خبرتها الخاصه مش حد علمها. ما اتعلمتش ببلاش. اه ايوه يا نهار ابيض يا نهار الله. اتعلمت من كيسي يا جماعه. كلنا لازم نتعلم من كيس. من كيسنا والله. شوقنا. ايوه الحلقه دي. انا قلت لك ميزو بقى ما تهزرش معايا. انا كنت الحمد لله اشكر ربنا محظوظ ان انا الف. طبعا لفيت كندا، كان شغل وحفلات، بس زرت كندا الجميله يعني. هنا وكالجري وفانكوفر، ادمنتون. فانكوفر جميله في جوها، بس على طول كده مغيمه. على طول مغيمه، على طول مطره. بس حتى في الصيف صيف شتاء. جوها قصدك شو؟ عارفه مغيم ايه ولا مطر. على لا، طول عارفة، مطر. عارفة. فانكوفر اوكي. بس انت قلت بس هي الجو حلو. حلوه جوها. جو حلو. جوها يعني مش طقسها. ما فيهاش شتاء، ما فيهاش ما هو شتاء طقسها هو زي جواها بالنسبه لنا. هو قال طقس اوكي، قال جوها حلو بس على طول مغيمه. مغيمة. ما فهمت يعني. بالظبط. حلوه. هي ده العكس يعني مش يعني بتلاقيها مغيمه بس الجو حلو. يعني مش حاسة لا أوكي. بحر ولا حرارة برد. قصدك. حراره اوكي الويذر. معروفه الطقس لا مش معروفه. انا بعد كل واحد يتعلم من مؤاخذه كيس من كيس ولا يعني طب انا مش عارفه اقول ايه، احنا رحنا بعيد خالص عن الحلقه بس جامد مش جدا. فارقه كتير هو بصراحه. طلع كده انجوي. ايوه ان انا يا جماعه انا بحب انام كلنا طول بنحب الاجازه. نخرج. الاجازه ما حدش يقرب لي. يعني انت في نايم. الاجازه نعرف فين لو اتزنقنا. طب ما عندنا تخليك زي الدب قطبي، نام في خليك زي الدب صح، والرجل الدب مطرح ما تحب. هو انا النهارده معمول عليها حفله ولا ايه؟ تقريبا هو بقى جت كده عشان من اول تنبول. من اول زغلول تنبول. لحد لحد ما شغال. اعمل بيت شتوي واطلع في الصيف. بالظبط. واحنا لو احتاجناك عارفين هنجيلك فين. بس هي الفكره اقول لك حاجه، لان انا ببقى مرهق جدا في الشغل، ولما بتشتغل بشتغل بذمه. ها؟ بتبقى ايه؟ مرهق جدا في الشغل. فشغل وبالليل خروج ورايح وجاي، فيوم الاجازه ومواعين وتنظيم. ما هي عارفه، ما انت عارفه وربنا ربت بجد. مينيموم ما يكون له جلد يتنفس بقى. ما شفتي بقى؟ إيه. فباجي يوم الاجازه ايش خروجوا اعملوا انتوا عايزين. يا اختي تعبت من الغسيل والله العظيم حلوا عن سمايه. يا حبيبي حلوا عن ربنا سماية. لا وعارفه يتامر بقى هناكل ايه النهارده. يا لهوي. حاضر. انشالكوا في اي. بقى وصلت يتحط قدامك كله. بتطبخ يا بندق بتطبخ؟ اوف لا اكله لازم. جامد. طباخ طباخ. يس اكله حلو قوي. بس ما اغسلش. يا حبيبي ده كرامه ولا كبرياء؟ لا يعني لا ما اغسلش. انت هتاكل هتغسل مواعينك. بالظبط. ما بتغسلش المواعين. يعني طب بترمي لا الأطباق؟ يعني ايه روحي تقيله بلاستيكات. عليها. بيجيب اطباق بلاستيك في البيت. بالظبط. أنا إنسان عملي. يعني انا هيك انا كل وكل ترمي بقى. وانا كده برضه كنت لسه هقول لك ايه احلى اكله بتطبخها؟ اعمل لك مكرونه مكرونه. بشاميل. لا اسمها ايه؟ مكرونه الروزيت. اسمها بتاعت طنط. كريب سوزات. كريب بعمل سوزات. كريب سوزات. كلمني ها. كريب سوزات ماشي، وكريب روزات برضه. واعمل لك مكرونه بشاميل. يا مكرونه بشاميل حاجه تقيله على فكره. لا ده بعمله وانا في الجامعه دي. واطبخ لك حلو ديك قوي. رومي، اطبخ لك رز بانواعه، رز بخلطه والله العظيم. وخد بالك طريقه الكلام يا حبيبي قلت على اكلك. بالظبط لا انت بتعمل حاجات. اسال نور، انا بيتي هنا معروف بيت الامه، ما أيوة. بقفلش باب بيتي. يا حبيبي اي حد يطلع يعدي ياخد لازم هطبخ له، لان انا بحب بعبر عن شعوري يعني بتقديري اللي قدامي بان اطبخ له. اوكي دي طريقه التعبير عن بالظبط. ان هطبخ لك يعني اكرمك بقى، هتاكل طبخ بندق. فاهم ازاي؟ اوكي لا دي معلومه بالنسبه لي جديده. حلو. واتعلمت ده بلاش ولا من كيسك؟ لا انا عشان بحب الاكل فمن صغري بحب اطبخ. اوكي يعني ده من وانا في الجامعه يعني على طول ايه واطبخ وبعز بقى. تعلم من كرشه. اتعلم من كيرش. هو في مالكم عليا النهارده في يا جماعه؟ خلي بالك كل واحد لازم عليه يعني بالظبط في يا جماعه. احنا بنحبك يا بندق. ايه والله يا رب انتوا حبايبي. والله يا جماعه احنا كان نفسنا نطول معاكم اكتر من كده، بس وقت الحلقه للاسف الشديد طار بجد. انا احنا بص، احنا الحلقه دي كنا هنتكلم على الاجازه، بس احنا تقريبا إحنا خدنا خلينا- اجازه في الحلقه دي.
وعرفنا ان المشكله فين. وعرفنا ان المشكله فيا بالظبط. بس قبل ما ننهي الحلقه طبعا يعني حابين ان انتوا كده ايه تدوا رساله لمشاهدينا على ايه؟ على الاجازه. على ايه؟ نصيحه للاجازه. بجد اتفضلي ليديز فيرست. انا بقول save your money, make sure to take a vacation at least مرة بالسنة. روحي vacation أو روح vacation. نقي بلد جديد كل مرة، اكتشفي البلد، اكتشفي الشعب، اكتشفي الكالتشر، لأنه بالنهاية هي كلها ثقافة. أنا I believe إنه السفر ثقافة. صح دي حقيقه. save your money for these things. ما تصرفون يمين شمال. سمعي يا بندق. يا رب اعرف احوش. اوكي. عجبتيني. رساله بقى من القلب يعني. رساله الى الوالي. رساله الى الوالي. انا دايما كان عندي اعتقاد من صغري ان حاجتين وطلعوا غلط. اللي هو الاجازه والنوم. كنت حاسس الاثنين دول تضييع وقت، لازم طول الوقت نشتغل ونعمل. فاكتشفت انت اصلا لولا الاثنين دول مش هتعرف تواصل تعمل اي حاجه. فلازم فاصل ونواصل. حاجه صحيه جدا. الاجازه خد حقك من الاجازه واعمل اللي يبسطك. ان شاء الله حتى اللي يبسطك اللي انت يعني تاخد كرسي وتقعد في الشارع، لو ده هيبسطك. يا ابني بقى انت جيت له على النقطه الحاسه هينام ده في يا عم الأجازة. طب ماشي، لا يبسطني. يلا يا بندق لو اللي هيبسطك لا انا قاعد في البيت يا ابني، العيال عاوزين يتفسحوا. لا حبيبي، لو هتنبسط في اللي انت نام يا حبيبي، ما تشغلش بالك. لو ده فالاجازه لازم والنوم يعني لازم الواحد ياخد قسط من النوم علشان بس تنام يا حبيبي 8 ساعات. شكلك الشهر ونص في مصر بتنام. لا لحظه انا هفاجئكم بقى ان انا نومي قليل جدا. يعني انا بنام في اليوم كله لو نمت 6 ساعات في اليوم كله ابقى كده نمت كتير. تعمل ايه؟ انا تعمل ايه في البيت؟ بتغسل؟ بغسل. بطبخ. قول يا روح. انا متفقه مع راي روز وماجد ان فعلا فاصل ونواصل. انا بالنسبه لي الاجازه هي بريك من كل حاجه. يعني انا مثلا بعد النهارده يا جماعه ان شاء الله بعد الحلقه دي باذن الله تعالى مش هشوفكم. ما حدش يكلمني، ما حدش يتصل بيا. انا هاخد بريك من السوشيال ميديا، هاخد بريك من كل حاجه. بيس اوف مايند، اروح كده في مكان على البحر واستجم. يا رب يا رب ان شاء الله كده ايه ما حدش يقر عليا. انا رايي انا يعني هاخد من كلام روز ان الواحد يسيف ماني ويستمتع، وهاخد من كلام ماجد ماني واروح اشتري اكل. العين عشان العين ما تعلاش على هذا الحاجه. اي كلام. وهاخد من كلام ماجد ان في الاجازه اعمل اللي انت تحبه، ومش شرط اللي انت تحبه ان حد تاني يحبه، بس اعمل اللي انت تحبه. اكيد طبعا، بس لازم اشوف الناس اللي حواليا برضو بيحبوا ايه معايا، يعني عيلتي. ونفس الفكره الناس اللي حواليك يشوفوا انت بتحب ايه. بس خلي بالك انت بقول لك عشان كده قلتي كلمه الصحبه ما هي يا سلام بقى الايديال. يا سلام لو احنا كلنا بنحب ده، يعني ان احنا مثلا نخرج هنقعد على البحر. لو احنا هنخرج هنقعد مش حد يبقى قاعد قرفان ومتضايق ومخنوق يعني متقدر يعني في مره كده خرجت خروجه كده كانت لطيفه جدا، بس كانت مع ناس بصراحه عاوز يتولع فيهم. فلو انا كده عليا الخروجه جدا. بص يعني بتولع فيهم. تنتقي والله بجد يعني كانوا خلوا خروجه سيئه للغايه للاسف الشديد. فمن ساعتها يا جماعه قررت ان انا اهم حاجه اللي يخرج معايا ناس تكون شبهي، غير كده يعني من بعيد لبعيد. هتوحشوني. تمام. ممكن تقولي اسامي الناس دي؟ ايوه معاكي ورقه وقلم وانا بكتب. هيجي لك اليوم وتعرفوا. نورتونا يا جماعه، وكانت حلقه فعلا جميله ومميزه. والله ثانك يو سو ماتش. ربنا يخليكم. تشرفنا. انا ليه بس كده. بصوا يعني لاول مره هتبقى الختمه مش انا ونور بس، لان الحلقه النهارده كانت حلقه مميزه على كل الاصعده. احنا اساسا ما اتكلمناش في موضوع الحلقه من كتر ما رحنا في حته تانية. انا مش قادره يا جماعه من كتر الضحك. بس ماجد وروز فظاع جدا هتبقى حلقه بجد، حلقه هتعجبكم جدا. بس ما لاقيش حاجه نختم بيها النهارده احسن من ماجد حبيبي. ولو تخش معانا روز تبقى لوز الجوز. هنقول قال لك هنقول خلاص، ما احنا حمينا. حمينا بقى. حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها 100 مسا. حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة. لا وبقدم أحلى فرحة ومعاه 100 مسا. يا ليل طول شوية عالصحبة
عالصحبة الحلوة دي. أيوة. يا ليل طول شوية شوية عالصحبة الحلوة دي والغالي علينا غالي ده الغالي علينا غالي الغالي علينا غالي ده الغالي علينا غالي الغالي علينا غالي ولا عمره بيتنسى. حلوين يومنا والله والله قلوبنا كويس. آخر مرة حلوين يومنا والله قلوبنا كويسة. قدم أحلى فرحة ومعاها متوسة عيني طول شوية عالصحبة الحلوة دي. عيني طول شوية شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي الغالي غالي علينا غالي ده الغالي علينا غالي ولا عمره بيتنسى. حلوين يومنا والله والله قلوبنا كويسة. برافو برافو برافو. مفيش احسن من كده ختمه. الله يخليك. مبسوطين. نشوفكم في حلقه جايه من دبل كابل. كسرت الترابيزه.